مساء الخير وأهلا بيكم. أنا اسمي آدم، عمري دلوقتي 30 سنة. أنا زوج وأب، اتجوزت من 5 سنين والحمد لله. أنا عندي ولد وبنت، ربنا يخليهم. وأنا بشتغل نقاش. حالتي المادية تقدروا تقولوا عليها كده آخر البسيطة أو المتوسطة، يعني ساعات بيبقى في شغل في النقاشة وساعات لأ. بس ما عنديش مرتب ثابت كل شهر. بس انا الحمد لله شاطر جدا في صناعتي ومطلوب في شغلي. انا اتجوزت من مراتي دي من 5 سنين في بيت اهلي، لاني وقتها كنت لسه على قدي، ما كانش معايا فلوس ان انا اسكن لوحدي. اتجوزت وقعدت مع امي وابويا. وقت لما اتجوزت بكام سنه كده، في الاول ابويا توفى وبعدها بفتره كبيره امي حصلته. الله يرحمهم يا رب هما الاتنين. وانا ليا اخت اكبر مني واخت اصغر مني. اخويا الكبير متجوز ومسافر بره وعايش في الخارج هو ومراته وولاده. وكل فتره كبيره لما كان بيكلمنا انا واختي يطمن علينا. فكانت اختي اللي هي اصغر مني بكام سنه، وهي اتجوزت من سنه واحده بس وما كانش عندها ولاد، بس كل شويه كانت بتخانق مع جوزها وتيجي عندنا وتسيب له البيت. هي على طول كانت بتشتكي ان اهل جوزها بيتدخلوا في حياتها، وكمان العيشه معاهم ما كانتش مريحاها. حكايتي اللي هحكيها النهارده بخصوص اختي اللي انا بكلمكم عنها، اللي اسمها سلوى. على فكره سلوى حلوه قوي، وهي الوحيده مننا اللي دخلت جامعه، وانا من غير ما اقصد اتسببت لها في مشاكل كبيره قوي، والمشكله دي فعلا بوظت حياتها. هقول لكم ازاي. انا ومراتي كنا متجوزين عن حب، وكان في بينا قصه الحب الحلوه قوي والمشاعر الجميله اللي قبل الجواز. بعد الجواز حصل ما بينا مشاكل كتيرة قوي، بس كانت المشاكل كلها يعني مشاكل عادية، زي اللي بتحصل كل يوم في كل بيت، عن الحاجات العادية وطلبات البيت والعيال ومصروف البيت والذي منه. وانا كان دخلي مش مستقر، يعني ما كانش عندي مرتب ثابت كل شهر، ولا كان بيجيلي شغل. وبقى في يعني احيانا بيبقى في دخل واحيانا لا. بصراحة انا كنت مسرف وكنت بحب اعيش كويس انا واهل بيتي. ده طبعا لما يبقى معايا فلوس، وده طبعا كان بيعرضني لأزمات مادية بعد كده. ودي كانت نقطة الخلاف اللي ما بيني وما بين مراتي، لأنها كانت شايفة إن أنا لازم أشيل فلوس للزمن أو على جنب لأي ظرف طارئ. وفي حاجة برضو تانية كانت بتعمل مشاكل ما بيني وما بينها. وأنا راجل يعني صاحب مزاج، يعني بصراحة ليا في قعدات المزاج والذي منه، وبحب القعدات دي تبقى عندي في البيت كل يوم خميس. فكنت بجيب صحابي عندي يوم الخميس ونسهر ونشرب، وكان ممكن نقعد لحد الفجر، وبعد كده ممكن اخش انام وهم يروحوا على بيوتهم. وصحابي دول اللي كنت بجيبهم كانوا بيبقوا 3 أو 4، وكان وكانوا كلهم زمايلي وظروفهم يعني مشابهة لظروفي. وطبعا كنت بخلي مراتي تعمل لنا العشاء وتحضره وتجيب لنا الشوربة بقى والحاجات دي، والمصاريف كانت بتتقسم علينا. ومراتي كانت رافضة كده خالص، وياما اتخانقت معايا بسبب الموضوع ده. كانت بتقولي عيبك الوحيد ان انت مسرف، وان اي فلوس معاك انت بتصرفها، والموضوع دوت لازم يبقى له حل. لكن موضوع قعدات المزاج دوت بصراحة ما كنتش قادرة اتحمله. وانا يا جماعة مراتي ست محترمة، ست متعلمة ومعاها مؤهل متوسط وشغالة موظفة، وبصراحة هي انسانة كويسة قوي، وانا عمري ما شفت منها اي حاجة وحشة. وهي ياما اتخانقت معايا بسبب السهرات دي، وقالت لي حرام عليك، انت بتضيع صحتك ووقتك ومالك على ناس غريبة، ولادك اولى بالفلوس دي. وكنت بقولها ان دي حاجه بتبسطني ودي وسيله الترفيه الوحيده في حياتي. وكتير قوي كانت بتحضر مراتي لنا العشاء يوم الخميس انا واصحابي، وكانت بتدخل هي والعيال يناموا قبل ما اصحابي ييجوا. وكنت بقول لها انا عاوز ولادي يشوفوا ايه اللي بيحصل ده، وكانت بتقول انا مش عاوزه ولادي يشوفوا ايه اللي بيحصل ده، ولا يطلعوا يلاقوا ابوهم بيعمل السهرات دي. انا كتير قوي كنت بخبط عليها واصحيها عشان يعني لو احتاجنا ميه ولا تلج ولا اي حاجه تانية. وفي يوم خميس من كام شهر كنت عازم صحابي زي العاده، واللي حصل في اليوم ده انا مش قادره انساه، لان بنتي كانت تعبانه شويه، وانا كنت عزمت صحابي خلاص من الصبح زي ما اتعودت كل اسبوع. ومراتي كانت ودت البنت للدكتور ورجعوا، لما رجعوا البيت البنت بصراحه كانت تعبانه قوي. فمراتي قالت لي خلاص اعتذر لاصحابك النهارده، لان البنت مش قادره اسيبها وهي كده واقفه اعمل لهم اكل واحنا في الظروف دي. قلت لها لا خليكي انتي مع بنتك وانا هجيب لهم اكل جاهز، لاني خلاص عزمتهم من بدري وهم زمانهم جايين. لكن طبعا مراتي ما عجبهاش الكلام دوت واتخانقت معايا، وقالت لي القعدات والسهرات اللي انت بتعملها دي انت واصحابك هي اللي بتخلي العيال تعيا والبيت كده ما بقاش فيه بركه. وكبرت الخناقه جدا ما بيني وما بينها، واخدت هي العيال الاتنين ونزلت على بيت اهلها، وقالت لي خلاص انا ما بقتش قادره على العيشه دي ولا قادره استحمل سهراتك مع اصحابك كل خميس. وانا كنت محرج قوي،